الاهلي عنده صفقات هيعلن عنها بعد ايام. النهارده كابتن محمود الخطيب كان في النادي، جه الساعه 8:30 الصبح من بره من الطياره من المطار على النادي الاهلي على طول، قابل لجنه الكوره اللي هو لجنه التخطيط، وقابل الناس كلها، وبعدين راح اتفرج على التمرين وقعد مع كولر واطمن على اكرم توفيق واطمن على الناس وقعد مع اللعيبه وكل الكلام ده، وادى تعليمات بالانتهاء من الصفقات. على فكره الثلاث صفقات الاجانب خلصوا رسمي، نظمي، فهمي. ثلاثه الاجانب اللي هو محمد الضوي اللي هو اسمه كريستو ولا اسمه ايه؟ كريستو، خلاص قصته خلصت، اللي هو اللاعب التونسي، $1,700,000. كمان في لاعب تاني، 2 تحت السن اجنحه ومهاجم، دول 3 اجانب خلصوا، وفي 3 مصريين، من 2 ل3 مصريين، باك رايت وباك ليفت ولاعيب خط نص. من ضمن لعيبه خط النص مرشحين مروان عطيه بتاع الاتحاد، مفيش كلام. في الباك رايت مرشح خالد عبد الفتاح بتاع سموحه، هشام صلاح الباك رايت بتاع نادي الاتحاد السكندري، وفي بتاع طلائع الجيش اسمه عبد الرحمن زولا اللي هو الباك رايت برضه. دول مرشحين. الباك ليفت مفاجأة، محمد شكري لاعب الاهلي اللي سابوه وراح سيراميكا كليوباترا وتألق جدا بنسبة 90%، راجع الاهلي تاني في يناير، وهو عقده بيقول ان يستطيع الاهلي ان يعيده مرة اخرى في اول سنة من بيعه مقابل 7 مليون جنيه. تاني، محمد شكري الباك ليفت بنسبة تفوق 90%، اللي هو راح من الاهلي لسيراميكا في يناير ده، وانه العقد بتاعه عقد الانتقال من الاهلي لسيراميكا في بند بيقول ان يستطيع الاهلي استرداده مقابل 7 مليون جنيه في اول سنه من انتقاله. وممكن تبقى مش 7 مليون جنيه، لكن تتم مبادله، ممكن تروح اعاره ميسي يرجع اعاره تاني سنه لنادي سيراميكا، ممكن زياد طارق يروح اعاره سنه لنادي سيراميكا، ممكن محمد محمود يروح اعاره سنه او سنه ونص لنادي سيراميكا. يعني هتبقى في مبادله في القصه دي، بس محمد شكري راجع. في خط النص زي ما قلت لكم مروان عطيه من المرشحين للانضمام في هذا المكان بالنسبه لنص ملعب النادي الاهلي.